الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة اسلام محمد. النهاردة هنتعلم ازاي نشتري لعبة من المتجر ونطورها. اول حاجة هندوس على العقد، وبعد كده هنمشي لحد قائمة اللعيبة القياسيين. هيجيب لي هم دولت اللعيبة بتوع المتجر. احنا دلوقتي قدام، انت بص، هو اول واحد في اللعيبه، يعني من رأي الشخص اول واحد في اللعيبه احسن واحد في الريت. ايه معنى كلمه الريت؟ الريت اللي هو رقم تقييم اللاعب. يعني فينيسيوس جونيور ده لو انت مشتري المدرب بتاع المتجر اللي هو احسن مدرب بتاع السيتي هيبقى معاك 100. لكن لو انت اشتريت مثلا دي بروين هيبقى معاك 99، امبابي 99. بس ده للناس اللي بتاخد بالريت، انا ما باخدش بالريت. تمام، اول واحد مكتوب فينيسيوس جونيور هيبقى كام؟ 640 ألف جي بي. هو انا عارف انه رقم كبير، بس انت ما فضلش فينيسيوس. انا علمتكم ازاي في ارجع شوف الفيديو اللي فات ازاي تربط حسابك بكوناما اي دي. هتشتري فينيسيوس احسن منه وب101 وببلاش من غير جي بي بالعملة البامبي اللي احنا كده كده مش هنلاقي، هيبقى نادرا لما يطلع لنا فيها لاعب تاني. فاحنا هنسيبنا من فينيسيوس جونيور، ممكن نجيب دي بروين، نجيب مبابي، نجيب هالاند، نجيب بلينجهام، محمد صلاح، هاري كين، اللي انت عايزه، ميسي، دياز، اللي انت عايزه. انت دلوقتي بتدور على لاعب معين ومش لاقيه. تمام، مش لاقيه. اول حاجه انا لازم اعرفكم حاجه، في علامه للترتيب اللي هي من على الشمال من تحت. لو ضغطنا عليها هيجيب لي من ناحيه السعر، يعني من فوق لحد تحت من السعر، يعني من بدايه اغلى سعر لحد اقل سعر. وأعلى سعر اللي هو فينيسيوس جونيور اللي هو ب640 ألف جي بي. لكن وخلينا متفقين، انا بطلت احب ان انا اقول 640 ألف جي بي، لان الجي بي ده اصلا التلات اصفار الاولانيه ملهمش اي 30 لازمه. فانتوا يعني عايزكم تتعودوا معايا ان انا هقول على طول 640 بس، مش هقول انا 640 ألف جي بي، لان التلات الاصفار اللي قبلها ملهمش اي 30 لازمه. لو جبنا قيمه اللاعب وضغطنا عليها هيحمل شويه، وبعد كده هيجيب لي افضل لعيبه بأحسن فلوس. وعندنا مين؟ دي بروين، هالاند، بلينجهام، فينيسيوس واخد المستوى الرابع. بس انا زي ما قلت لكم ما انصحش ان انتوا تشتروا فينيسيوس. انتوا تشوفوا ايه المركز اللي انتوا محتاجينه في اللعبة وتبنوا عليه. طبعا في مراكز كتيرة، ممكن انت لو بدأ اللعبة جديد فهتلاقي مراكز كتيرة عندك عايزة تتملي بلعيبة. بس هي اللعبة هتديك ميسي وهتديك ناس كتيرة تانية معاه، 11 لاعب تاني معاه تقريبا، وهتظبط عليك اللعبة يعني. بس انت في لعيبة تاني في مراكز تانية هتبقى ناقصة او فيها لعيبة مش حلوة جوي، فانت هتجيبهم من المتجر هنا. عندك امبابي وعندك صلاح وعندك هاري كين وعندك سون وعندك دياز وعندك كل اللي انت عايزه. في الترتيب برضو في التقييم الاجمالي هيجيب لي برضو دي بروين، هالاند، بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، بيدري، مبابي، صلاح نفسه هو. ولو جبنا المركز هيجيب لي من اول السي اف لحد الحارس من تحت. فاحنا لو جبنا المركز هيجيب لنا هالاند، امبابي، هاري كين، سون، مارتينيز، ليفاندوسكي، رونالدو، جوليان الفاريز، ده مش عارف صح، كريستيانو رونالدو، ايوه صح. عايز اعرفكم حاجه، اللعبة في نسختين، يعني أحيانا تلاقيها نازلة نسختين، نسخة للاعب وهو في النادي ونسخة للاعب وهو في المنتخب. يعني ادي عندنا كريستيانو بتاعت المنتخب بتاعت البرتغال، بس هما طبعا بي فوتبول مش معترفة جوه بالبرتغال، وكريستيانو بتاع النصر، كريستيانو نسخة النصر. تمام، فاحنا عندنا كده نسختين. لو نزلنا تحت تاني، جوليان الفاريز، اساكي، جابرييل جينسوس، تورام، واتكنز، ديفيد نونيز. المهم الناس السي اف اللي انت عارفهم، وكل ما تنزل لتحت هتلاقي مزيد من السي اف، بس بعد كده في ايه، لو فضلت تنزل تاني هتلاقي ال ام اف، بس ده طبعا بعد ما اخلص لك كل الناس اللي متعايز السي اف يعني. تمام، احنا خلينا في اول ناس من فوق. طبعا انا ماشي بطريقة التقييم الاجمالي، خليك في التقييم الاجمالي. تمام، ممكن تدوس على التصفية. انا دلوقتي، لحظة حضراتكم هي بتحمل. انا دلوقتي
مثلا عايز اجيب هالاند، فنفترض انا مش عارف طريق هالاند فين. تمام، ادي هالاند اهو، مثلا انا موجود قدامي اهو. انا مش عارف طريق هالاند فين، انا مش قدامي هالاند في كل ده. هجيب التصفية، وبعد كده اختار فرق الاندية، وبعد كده اختار اوروبا. او بص، يعني انت هتختار فرق الاندية. فرق الاندية يعني انت هتختار نادي معين هيجيب لك كل اللعيبة اللي في النادي ده. تمام، وبعد كده هتختار هو في انهي قارة، اوروبا ولا امريكا الجنوبية ولا امريكا الشمالية والوسطى ولا اسيا ولا اوغونيسيا. خلينا في ايه، انا دلوقتي عايز اجيب هالاند فاختار اوروبا، عشان الدوري اللي فيه هالاند اللي هو الدوري الانجليزي، والدوري الانجليزي في اوروبا. هنختار اوروبا، وبعد كده الدوري الانجليزي، وبعد كده هننزل لتحت لحد ما هنلاقي مانشستر سيتي. نروح ضاغطين على مانشستر سيتي، واهم حاجة تدوس انهاء من تحت. تدوس انهاء، وانهاء تاني ما تدوس على علامة الاكس دي، وتدوس على انهاء تاني. هيحمل شوية، بعد كده يجيب لك كل اللعيبة اللي في مانشستر سيتي. هتلاقي سيلفا وجوندوجان كل اللعيبة. يعني ادي هو جايب معايا 27 لاعب. تمام، ادي كده قدامك هالاند وبتاع. انت فلنفترض ان انت اخترت مثلا في التصفية، اخترت دوري، وانت مش فاكر اللاعب ده كان في نادي ايه. فانت عاد فاكر، انت فاكر المركز بتاعه بس مش فاكر هو كان في نادي ايه. فانت هتختار الدوري بتاعه، فنفترض ان هو الدوري الانجليزي. ممكن انا لو انتوا عايزين تلغوا الموضوع ده وترجعوه زي الاول، هتدوس على ارجاع من فوق. نختار الدوري، وبعد كده اوروبا، وبعد كده الدوري الانجليزي. ندوس انهاء. انهاء. لو اخترنا الدوري الانجليزي هيجيب لي كل اللعيبه اللي في الدوري الانجليزي. فضلت تنزل كده مكتوب من فوق عدد اللاعب 592 لاعب في الدوري الانجليزي. هندوس على تصفية عاد. انا فاكر ان هالاند كان في مركز السي اف، فندوس المركز، لكن ننزل لتحت لحد ما نوصل للسي اف. اختار انهاء. انهاء. هتلاقي هيجيب لك احسن الناس في الاول سي اف، واللي هم اكيد فيهم هالاند في الدوري الانجليزي. تمام، انا مش بعارض الناس، يعني انا بقول لك حسب تفضيلة اللاعب، حسب تقييم اللعبة. انا مش بقول ان هالاند احسن لاعب. تمام، فاحنا هنلاقي كل جابريل جينسوس وواتكنز ونونيز وكل اللعيبة المشهورين اللي انت عارفهم. فبعد كده مثلا احنا فلنفترض ان احنا عايزين نشتري اي لاعب. ده يجي احنا ندوس ارجاع تاني. يعني انا مثلا، مع ان انا مش محتاج اي حاجة في الخطة دي، بس انا عشان يبقى المحتوى تعليمي كده، مثلا نشتري مين؟ تصدق انا ما عنديش ولا نسخة لنوير. نشتري نوير. تمام، نشتري نوير. هندوس توقيع، ويقول لي ب200 GB. انا زي ما اتفقت معاكم ان انا مش هقول 200,000 GB، انا هقول 200 GB على طول، لان التلات ارقام اللي عند الجي بي من فوق دوت، اللي البداية دي اللي هي 311 دي مثلا، ملهمش اي 30 لازمة. تمام، التلات اصفار اللي في البداية ملهمش اي 30 لازمة. فاحنا اقل لاعب يا اما تشتريه بصفر كوين، ب0 GB قصدي، انا اسف، ب0 GB. ممكن ترجع للفيديو اللي فات، اكتشفت ان في لعيبه ب0 GB. يا اما تشتري لاعب بيبقى ب4000 ب5000. مفيش لاعب ب300 ب900، مفيش الارقام دي. فهو يا صفر يا 4000. فاحنا التلات ارقام دوت طبعا انا مش بستعملهم خالص، مش بقول انا. نختصر ونقول 200 GB. هنشتري نوير 200 GB. طبعا هنا يعمل لك الاستعراض بتاعه ويجيب لك بطاقة نوير. ندوس نضغط ضغط على الشاشة وهيجيب لك خط نروح ضاغطين عليه. تم استلام نوير. تفقد اللاعب الجديد عبر فريقك اللاعبون. بص، هنا انا هكشف سر خطير، في اللعبة دي. انت لو عايز تبقى احرف لاعب في اللعبة دي، كل ما عليك هو القراءة. اقرأ. ليه؟ انا زمان ساعة ما بدأت اللعبة كانت اللعبة كلها بانجليزي، كنا بنلطش في اللعبة. لكن دلوقتي من ساعة ما بقيت عربي اتعلمت حاجات كتيرة. لما كنت اما اقرا عرفت حاجات كتيرة. المهم يقول لي تم استلام نوير. تفقد اللاعب الجديد عبر فريقي اللاعبون. هندوس له اوك.
ممكن انت تدوس على بطاقة اللاعب من فوق كده وتدوس استغناء او قفل. عايز اعرفكم حاجة، القفل اللي في النص دي ان انت يتقفل لك اللاعب. لو دوست على قفل كده ما هيقول لي مقفول، تمام. لو جيت تدوس استغناء هيقول لي حذر الاستغناء، هذا اللاعب مغلق. فانت لو بتدي التليفون لاخوك الصغير مثلا عشان يلعب بيه، او يلعب بيه بيس وعايز يلعب بيس وخايف مثلا يحذف لك لاعب مهم زي ليونيل ميسي ده اللي انت ما كسبته، او اي لاعب مهم، ممكن تعمل له تعمل له قفل. وانا هعلمكم المره الجايه ازاي لو انت عندك عدد كبير من اللعيبه في لحظه واحده بس تقفلهم كلهم، عشان لو حد بيمسك التليفون من بعدك ما يحذفلكش اي لاعب. لانها حصلت معايا انا قبل كده شخصيا، فهي لازم تخلي بالكم من الموضوع ده. هدوس له تمام. طبعا دلوقتي انا مش هينفع استغنى عنه غير لما الغي الكفر. طبعا اللي قدامك مش هيبقى قاصد، مش هيعملها غير لما يبقى قاصد. ولو قاصد يبقى انت كده حقك ان انت تعمل في اللي انت عايزه. هيدوس هو ساعتها على الغاء القفل ويقول له تم الفتح، وبعد كده هيدوس استغناء. وفي حالة الاستغناء هيديك هدايا، هيديك 10,000 برنامج تدريب و20 جي بي، تمام. لكن طبعا دوت متسألوش، انا دافع فيهم 200 مش 20 جي بي ولا 10,000. احنا خلينا ندوس الغاء ونسيبه مقفول ونرجع ندوس متابعة. بعد كده نرجع للقائمة الرئيسية. بعد كده نختار خطة اللعب، وبعد كده ندوس على القميص اللي من تحت ونجيب التصفية. عايز اخليكم تركزوا في حاجة. لو انت كسبت لاعب جديد وعندك في تشكيلة ناس كوم مش عارف تجيبه منين، هتجيب الترتيب وبعد كده ترتيب التعاقد، تروح ضغط عليها تروح دايس انهاء. هجيب لك اول لعيبة كسبتها خلال الفترة دي، تمام. هلاقي نوير. احنا ازاي عايزين نشرح المرة دي ازاي نطور اللعيبة بتاعتنا، نطورها على المركز. لحظة حضراتكم. احنا عايزين نعرف ازاي نطور اللعيبة. هتجيب التدريب على المركز، وبعد ما تجيب التدريب على المركز هتلاقي عندك كده 10,000 من نقاط الخبرة. دي برامج التدريب اللي انا قلت لكم عليها سبق. و4,000 من نقاط الخبرة، و1000 من نقاط الخبرة، و100 من نقاط الخبرة. هي اكتر حاجة 10,000. فانت لو دوست ممكن تدوس تحديد تلقائي عشان تريح دماغك، تمام. هتدوس تحديد تلقائي هيقولك تمت مطابقة التحديد. هتدوس انا بدوس على معين عشان اتاكد. لو جاب لي 19 من 19 فانت كده الف مبروك، انت كده نجحت. تمام. هتروح بعد كده دايس متابعة. سيستخدم برنامج التدريب المختار خلال العملية تدي جلسة تدريب متابعة. هيقول لي اكتمل التدريب، تم توزيع النقاط المكتسبة بشكل تلقائي. انا حددت قبل كده ان انا النقاط بعد ما اعطيها للاعب، برنامج التدريب بعد ما اعطيها للاعب تتوزع بشكل تلقائي. ليه؟ لاني اصلا كده كده لو فكرت في تطوير ليه بعدين هبطول، لكن هو انا ببدأ بيه بالتطوير الاوتو بشكل تلقائي. التطوير الاوتو انا هفهمكم تاني. اوك. لو جبنا عاد هنلاقي نوير زي ما هو كده. مثلا ننزل هنا كان سايمون، هو وصل 96. ده آخره نوير في المستوى ده آخر. فنضغط على نوير. دي كده بعد ما جبنا نوير كده هيجيب لنا احنا لو مش عاملين تحديد تلقائي نجيب تقدم اللاعب، وبعد كده تنفيذ، وبعد كده موصي به. لكن انا عشان اعمل تعيين تلقائي فدي حدد تعيين لوحده، تمام. ده موصي بها. لما تدوس موصي بها كده ويقولك تم تخصيص نقاط التقدم تلقائيا. تم تخصيص نقاط التقدم تلقائيا دي في الجيمر في بيس اسمها التطويرة الأوتو. هي اسمها كده التطويرة الأوتو، اللي هي التطويرة بالذكاء الاصطناعي، التطويرة اللي هي حسب الشركة أرادت إنها تطور اللاعب كده. لكن أنت ممكن تغير الأرقام براحتك، تزود في السرعة، تزود في الانحناء، في الشوط، في اللي أنت عايزه، تمام. وهيجيب لك الطاقات بتاعته قبل ما المدرب ينزل، يعني قبل ما المدرب يقوي. لو جبنا التفاصيل يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده، محتاجين انتوا عشان تبقى لعيبه في البيس لازم تجروا. لو جبنا التفاصيل هيقول لك العلامه اللي هي علامه التقنيص دي هي بتقوي فيها انهاء الهجم، ومهاره تسديد الركله، والانحناء، والتمريره والعلامه الكوره التمريره المنخفضه والتمريره المرتفعه.
من الاولى دي عرفنا ان ده لازم دي بتاعه المهاجمين، ممكن هنزودها شوية حلوين في المهاجمين. والتمريرة المنخفضة هنزودها لخط الوسط وخط وسط المهاجم. والجري بالكرة والتحكم في الكرة والاستحواذ في الأماكن الضيقة ممكن نديها للمهاجم. يعني انتوا بدماغكم كده، لو انت يعني كروي وبتفهم في الكورة هتفهم في الحاجات دي. طبعا آخر 3 حاجات: وعي حارس المرمى، قفز، صد حارس المرمى، بلوغ حارس المرمى، امساك حارس المرمى. آخر 3 حاجات دوت ما تطورهمش غير مع حارس المرمى. انا بنصح اي حد، لو لو ما شفتش تطويره بيطور اللاعب وجايب لك على دي 4 ودي مثلا 8 ودي كذا، فانت لازما ما تلعبش في حاجة. كل اللي عليك تدوس تنفيذ وتدوس النص بيها، او ان انت تبقى من الاول مختار تطوير تلقائي. بس كده. وكده احنا كده نبقى خلصنا، عشان انا اسف لو كنت طولت عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.